عزيزي المشاهد، في جملة بتتقال بيقول لك أصل كتر النجوم بيبوظ الفرقة. الجملة دي صح ولا غلط؟ تعالوا لما أقول لك. بص يا باشا، أنا الجملة دي بالنسبة لي لا تعني لي شيء. ليه؟ لأن في عام 2016 مسك زين الدين زيدان فرقة ريال مدريد بكامل نجومها، راموس وبيبي وكريستيانو وبيل وبنزيما وحاجات كتير قوي. عمل إيه؟ خد بيهم 3 تشامبيونز ليج ورا بعض. هل الفرقة ما كانش فيها نجوم كتير؟ توني كروس ومودريتش واللعبه دي لا، كان فيها نجوم كتير، بس الفرق ان في مدير فني حتى لو ما عندوش تكتيكات وفنيات عنده اداره لاوضه اللبس. فانت دلوقتي جيت تكرر التجربه دي مع الاهلي وجبت تريزيجيه وبن شرقي وي فاهمني؟ عندك شويه ناقص عندك، ولكن مين المدرب اللي قادر يوظف كل اللعيبه دي؟ هل الناس اللي بتحلل في الاستوديوهات ولا الناس اللي بتحلل على السوشيال ميديا احسن من المدربين اللي بيمسكوا الاهلي، اللي دايما يقول لك انت لو هتلعب باربعه 2 3 1 يبقى انت عندك ديفندر وجنبيه بن رمضان وقدام تريزيجيه وبن شرقي وزيزو وجراديشار، لان المجموعه اللي ورا المهاجم هو اللي ينفع معاه جراديشار عشان يعرف يفضي المساحات واللعيبه دي تخش مهاجمين تانيين. هل انت شايف ان الجمل دي صعبه؟ هل انت شايف ان تطبيق ان بن شرقي وتريزيجيه يلعبوا في ملعب واحد صعب؟ طب انا عايز اقول لك حاجه، كابتن عمر مرموش واحد من نجوم العالم وكان واحد من احسن توب 10 في العالم السنه اللي فاتت. هل تجميعته مع تريزيجيه في المنتخب ادت لايه؟ ادت ان الجبهه دي جبهه خطيره عشان في مدرب عارف يوظفهم صح. طب هل زيزو اللي هو خلاق كتير الفرص، ايه اللي يخليني العبه نص ملعب او ايه اللي يخليني العبه ادفانس الثمانيه وانا ما عنديش الجناح اليمين اللي يصنعني فرص من ناحيه اليمين واقدر العب بمحمد هاني ورا واطير الباك الشمال؟ طب ليه انا ما العبش ب 3 4 3 وابتدي اجرب 2 على الدايره والباقي كله طاير، عشان الاثنين دول هم اللي يحملوا كل اللعيبه دي والثلاثه اللي ورا يعملوا هولدنج ويغطوا كل المساحات دي؟ ليه انا ما اجربش كده؟ جملة ان كتر النجوم بتبوظ الفرقة جملة مش صحيحة تماما، لان انت لو جيت بصيت على مدار التاريخ هتلاقي في فرق كتير كان معاها نجوم كتير وقدرت بالنجوم دي تحقق حاجات كتير جدا. مفيش حاجة اسمها كده. الكورة دلوقتي مبنية على علم، هل انت ماشي على علم، ماشي على اسس، ماشي على تكتيكات هتنجح، لكن لو انت ماشي بالحب والنب والهب والكنتالوب انت مش هتنجح ولا هتعمل حاجة. وده اللي ماشي فيه النادي الاهلي، ان النادي الاهلي ما عندوش سيستم تكتيكي، ما عندوش مدير رياضي جايب مدير فني بناء على اسلوب لعب وطريقه لعب معينه، هو ده اللي مؤدي لكده. قول لي بقى انت في الكومنتات، هل النادي الاهلي محتاج مدير فني، محتاج تغيير لعيبه، محتاج مدير رياضي يمسك الفرقه صح من اول قطاع الناشئين لحد الفريق الاول؟ وده اللي انا مستني منك في الكومنتات. وباي من غير سلام.